السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده بقى جايلكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. مش هنعمل فيه حاجات كتير زي الفيديو اللي فات، يعني الفيديو اللي فات كان طويل شوية وعملنا فيه شوية حاجات كتار قوي. الفيديو ده يبقى مخصص كده للبطاطا بس. زي ما انتوا شايفين كده، ب10 جنيه بطاطا هنعمل وليمة. طبعا البطاطا دلوقتي 3 ب10 وب5 جنيه، والكلام ده رخيصة جدا، وكمان هي مفيدة وبقى ومعروفة ان هي كلها دفا كده واكلات الشتاء يعني. وبصراحة هي مشبعة جدا وحلوة كمان مفيدة. المهم دلوقتي هنعملها دلوقتي هنعمل وصفتين ليها، يعني نعملها بطريقتين، والطريقتين اسهل من بعض. بجد حلوين قوي، وفي منهم طريقة اختراع، يعني انا اول مرة اشوفها، يعني قصدي اول مرة اعملها وشفتها مرة، فقلت بقى لازم اجربها واوريها لكم كمان ونشوف النتيجة مع بعض. اول حاجه الحوض كان نضيف عندي كده، ودلقت فيه بقى البطاطا كلها، وطبعا وابتديت بقى ان انا انضفها كده واغسلها كويس من الطينه اللي فيها. طبعا لو عندك اسبونجه نظيفه ممكن ان انت تنضفي بيها البطاطا، وهتبقى اسهل بكتير جدا ومش تاخد معاكي وقت خالص. او الفرشه اللي هي بتاعه تنظيف البطاطا والخضروات والحاجات دي الموجوده في السوق كتير جدا يعني. فلو عندك هيبقى افضل، بتنزل طينه كتير جدا و... وخدت وقت مني في التنظيف يعني. بصوا بقى هنعملها النهارده في كيس، اللي هو الكيس الحرايري. بجد ده اختراع، اختراع فعلا. بصي جربيه مش هتندمي خالص. انا شفت الطريقه وعجبتني جدا وقلت بقى ان انا اجربها. ماشي، فطبعا البطاطا كميتها كبيره يعني، فكنت بقى يعني كنت جايبه بطاطا كبيره وبطاطا صغيره والكلام ده، شكلتها يعني. ففي كمان الاكياس دي، الاكياس اللي هي الصغيره، وفي الاكياس الكبيره. الاكياس الصغيره بيبقى العبوه فيها 5، والاكياس الكبيره العبوه فيها 3. فانا كنت جايبه من ده وجايبه من ده عشان لو احتجت يعني لاي حاجه. فانا البطاطا هنا عشان كبيره وكده، فقلت اخد بقى كيس كبير وهبتدي بقى ان انا ارص فيه البطاطا الكبيره دي. فطبعا البطاطا دي كلها رفيعه، اكيد كانت عمرها ما هتتشوي، يعني لو دخلت الفرن كانت هتنشف معايا. فقلت ان انا هسلقها ويبقى فيه الاتنين مسلوق ومشوي. ف حطيتها كلها كده في حله واحده، وحطيت عليها نص كوبايه سكر، او يعني معلقتين سكر يعني، او 3 معالق كده، وهحطها على النار. دي هتديها اصلا تسكيره حلوه كده، وكمان هتسويها معايا على طول. فدي كده خلاص كده انا حطيتها على النار بقى تتسلق براحتها. هجيب بقى هنا الكيس الحراري، وهبتدي ان انا ارص فيه البطاطا دي بقى. بس انا هاخد الكيس الكبير عشان تاخد بقى راحتها فيه وكده، وارصها براحتي. وطبعا بالقفل بتاعها ده خدوا بالكم، عشان طبعا هو لو يعني لو مش موجود او ضاع منك عادي، يعني مش نهاية العالم. هتجيبي بقى الكيس ده تحطيه في صينية او في صاج زي ده كده، وهتبتدي بقى ترصي فيه البطاطا. بصوا البطاطا دي حجمها كبير عشان لما تتشوي ما تنشفش. هبتدي بقى ان انا ارص البطاطا كده زي ما انتوا شايفينها. بصراحة اختراع حلو قوي، حلو كمان للاطفال. وزي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو انا بغسلها، بخلي مثلا يعني بخلي ابن اختي واقف بقى بيساعدني، هما بيفرحوا قوي بالحاجات دي. فممكن توقفي مثلا ابنك او بنتك كده تساعدك. ابن اختي بقى كل ما اجي اعمل حاجه عايزه اساعدك يا خالته عايزه، فانا ببقى مبسوطه بده جدا، وبحب كمان اخليه يشاركني الحاجه اللي عاجباه او اللي هياكلها، فدي حاجه بتسعده اكتر. بيبقى مبسوط يعني وهو بياكلها ان هو شارك فيها. ف بس كده رصيت الكميه اللي عندي كلها، وهبتدي بقى ان انا يعني هتجيبي كوبايه سكر كده وتدلقيها بقى على البطاطا كلها كده جوه، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بصوا انا بصراحه ما كنتش متصوره ان دي طريقه شوي او ان هي هتستوي معايا خالص، ما كنتش متصوره. انتوا هتشوفوا النتيجه دلوقتي هتتبهروا بيها بجد. دي كميه السكر اللي انا حطيتها تقريبا كوبايه او اقل، مش عارفه، بس هي كوبايه يعني. بس كده هجيب بقى القفل بتاع الكيس وهقفله كويس. بصوا انا لحد الوقت ده كده وانا بعملها معاكم، انا ما كنتش متصوره اصلا ان هي هتتعمل، كنت متخيلها هتبوظ بصراحه. بجد كانت النتيجه بالنسبه لي مبهره.
هتشوفوا دلوقتي النتيجة كانت عاملة ازاي. بصوا بقى الكيس ده، هجيب كده سكينة وهبتدي ان انا افتح في الكيس فتحات كده، عشان هو اصلا لما بيدخل الفرن بيبتدي يتنفخ كده، فعشان ما يفرقعش او كده في الفرن يعني. بصوا بقى هي خدت تقريبا معايا كده ساعة. انتوا متصورين النتيجة؟ للأسف انا لما جيت افتح الكيس فتحته من على الطرف كده، فالسكر ده نزل وساح. المفروض ما نفتحهاش كده، خدوا بالكم بس من النقطة دي. بس هي دي الملحوظة اللي عندي عليها. انما بقية الوصفة بصراحة روعة. بصوا شكلها، عايزة اقول لكم ريحة الشوي، طعمها حلو قوي، وطالعة كده مسكرة والعسل سايح فيه. بصوا كانت حلوة بجد، اللهم بارك. بجد جربوها، جديدة جدا جدا، واولادكم هيفرحوا بيها قوي، وانتوا كمان هتعجبكم جدا. بس كده بتاخديها بقى تقطعيها وبتعمليها بالشكل اللي انت عايزاه، وبتقطعي الكمية اللي انت عايزاها. طلعها بقى ترصيها كده في اي سرفيزة او اي طبق عندك، وتستعمليها وقت ما تكوني عايزاها. ولو عندك كمان الطبق اللي هو بتاع الكيك، اللي هو ليه غطا ده، او اي حاجه ليها غطا يعني، وتشيليها بقى براحتك في الوقت اللي انت عايزاه تاخدي منها. ممكن كمان تحطيها في الفرن كمان، يعني تسخنيها لو بردت. فهي حلوه قوي، وحلاوتها اصلا لما بتستعملي تاكليها سخنه كده بتبقى حلوه قوي. زي ما قلت لكم دي اصلا اكلات الشتاء، وحلوه ومش مكلفه ورخيصه، واكله حلوه كده وحاجه تغيير يعني. طبعا هي ليها كذا وصفة، انا عملتها قبل كده تقريبا معاكم بالبشاميل تقريبا يعني. ان شاء الله نبقى نعملها كمان مع بعض قريب بطريقة تانية بإذن الله. بصوا بقى لسه سخنة، بس تحفة قوي، ما شاء الله يعني. ده طبعا غير اللي هي اتسلقت، اللي انا عملتها مسلوقة دي. بصوا هي حلوة قوي، وكمان ممكن الاطفال ياكلوا منها آه طرية، يعني الاطفال الصغيرين طرية كده عليهم وحلوة قوي. التزيين ده بقى حسب الرغبة زي ما انت عايزة. بصي يعني انا هنا حطيت جوز الهند كده. ممكن انت لو عندك اي مكسرات ممكن تحطيها. ممكن تعمليها انا هحط هنا ملح. يعني هي ممكن تبقى حلو وممكن تبقى حادق، وبأي وصفة عندك وبأي حاجة عندك حطيها عليها. يعني مش بتحكمي نفسك بحاجة معينة يعني. وكمان حطيت هنا عسل، ممكن لو عندك عسل ابيض عادي حطي. صوص شوكليت، انا حطيت على فكرة عليها صوص شوكليت بعدين يعني في اللي فوق. بصوا شكلها حاجة كده تحفة، اللهم بارك، حلوة قوي. المسلوقة ممكن انتي برضو تقدميها كده، وممكن انتي تقطعيها زي ما انا هقطعها. ممكن براحتك بقى، يعني عايز تفتحيها كده زي دي ممكن، وممكن تقطعها التقطيعة دي. آه اي حاجة يعني، دي حاجة ترجعلك. وبرضو كانت خفيفة وحلوة قوي. طبعا دي عارفينها عادي كتير بنعملها، ولكن اللي هي في الكيس الحراري دي بالنسبة لي كانت بصراحة كانت مفاجأة يعني. بس النتيجة أبهرتني وعجبتني، كانت حلوة بصراحة جدا. بس كده. والمسلوقة دي برضو عايزة ترشي عليها ملح، عايزة تحطي عليها سكر، عايزة تسيبيها كده سادة، تحطي عليها عسل، أي حاجة بقى. بس كده، هي دي وصفتي النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسيش تعملي لايك وكومنت زي العسل زيك، واستنوني فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.